تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم الفنان سلطان حمود العماني في الساعات القليلة الماضية بعد كشف تفاصيل الهجوم على مسجد شيعي في منطقة الوادي الكبير بسلطنة عمان، إذ يشير البعض إلى تورط الفنان بالحادث، لكن لم تكشف الجهات الأمنية عن معلومات تخص أسماء المنفذين حتى الوقت الحالي، سوف أنهم 3 أشقاء. في عام 2023 قرر الفنان سلطان حمود العماني اعتزال الفن والغناء، مما أثار فضول الكثير من محبيه للبحث عن سبب اعتزال الفن، وتبين أنه يرغب في الابتعاد عن الأضواء والشهرة، بينما أكد البعض أنه يرغب في الالتزام الديني والابتعاد عن شكوك المحرمات. وحتى الوقت الحالي لم يتم الكشف عن تورط الفنان سلطان حمود العماني في الهجوم الذي تم على أحد مساجد سلطنة عمان خلال اليومين الماضيين، والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي. وكانت الشرطة العمانية كشفت عن تفاصيل تورط 3 أشقاء في إطلاق نار بمحيط مسجد في مسقط، إذا حملوا الجنسية العمانية وتم تصفيتهم بسبب مقاومتهم لرجال الأمن. وأشارت التحريات إلا أن الأشقاء متأثرون بأفكار تنظيم داعش وأفكارهم الضالة. وهنا نكون وصلنا لحد آخر الفيديو. أطلب من حضراتكم لو أنتوا أول مرة تشاهدوا قناتي اشتراك، أهم حاجة تفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد مني، وآراءكم وتعليقاتكم بتهمني جدا. مستنية تعليقاتكم وأسيبكم في رعاية الله.